نصايح للي رايح أسوان ياخد معاه ايه ويزور ايه هناك، متاحف ايه ومعابد ايه والخروجات اللي هناك ايه ويشتري من هناك ايه. اهم المعابد والمتاحف اللي هناك: معبد ادفو، معبد فيلة، كوم امبو، ابو سمبل، متحف النوبة ومتحف النيل، متحف كلبشة. اهم المطاعم اللي هناك: مطعم الدوكا، مطعم المصري، مطعم بانوراما، مطعم الشيف خليل، مطعم مكة، والأكل في البيت النوبي. أماكن الفسح اللي هناك: السد العالي، جزيرة النباتات، قبة الهواء، غرب سهيل، النوبة، المسلة الناقصة، جزيرة الفانتين، سوق أسوان السياحي، قبر أغا خان، كورنيش النيل، حديقة الأميرة فريال. أهم المنتجات اللي اشتريها من هناك: العطور والحنة، الفول السوداني، كركديه وتمر والتوابل، السجاد اليدوي، حيوانات محنطة زي التماسيح. وانت رايح لازم تبقى عامل حسابك على حاجات تاخدها معاك في أسوان والأقصر. تاخد معاك كريم للشمس، تاخد معاك كاب. بنتكلم على الجو عموما: صباحا اللبس شتوي، وظهرا اللبس صيفي، وبالليل شتوي. ده متوسط الجو عموما هناك. الأقصر تزور فيها ايه؟ البر الشرقي، بتروح معبد الأقصر، معبد الكرنك. البر الغربي بتزور فيه ايه؟ معبد حتشبسوت ومعبد وادي الملوك. في حفلات جلابية بيتي، انت بتاخد معاك جلابية وانت رايح عشان ده اليونيفورم بتاع الحفلة. لازم تروح الصوت والضوء في اي مكان، لان من غيره الجو ممتع بالرحلة ديت. اركب الحنطور وتمشي على الكورنيش. البالون في الأقصر ممتع، هو غالي شوية بس متعة لا توصف. القرية النوبية في أسوان، والعيشة في اليوم ده مع الناس الطيبة، شرب الشاي ورسم الحنة، وتشوف التماسيح بتاعت النيل. كل ده في القرية النوبية. هاويس إسنا، وتشوف وقت الإبحار، المركب شكلها ازاي في الصعود والهبوط. الباخرة بيبقى منظرها جميل. جبت لكم كل النصايح عن الأقصر وأسوان، وتاخد معاك ايه، ولو كريم ايه، والحاجات اللي اشتريها من هناك ايه، والأماكن اللي تروحها ايه. أي معلومة مفيدة قناة مسك بتقدمها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.